كنت فاكرة ان اصعب بقعة ممكن تقابلني هي اللي في السجادة دي، لحد ما اكتشفت ان بقعة الغدر من اقرب الناس بتبوظ العمر كله، مش بس حتة قماش. بيقولوا ان البيوت اسرار، بس الحقيقة ان البيوت امان، واول ما الامان ده بيخرج برا الباب البيت كله بيبقى مهزوز. الحكاية اللي هحكيها النهاردة بتبدأ بجملة واحدة دمرت حياة كاملة: انا خايفة عليكي يا حبيبتي، انتي تستاهلي احسن من كده. تعالوا نشوف النصيحة دي ودت صاحبتها لفين. بطلة حكايتنا النهاردة ست بيت مصرية أصيلة، متجوزة بقالها 7 سنين. حياتها كانت ماشية بستر ربنا. جوزها راجل شقيان بيطلع من النجمة علشان يوفر لبيته حياة كريمة، ما كانش بيبخل عليها بحاجة خالص في حدود قدرته، لحد ما دخلت حياتها صاحبة قديمة من أيام الدراسة، بقت هي المستشارة اللي ما بتفارقهاش. كانت بتحكي لها كل حاجة، من أول خناقة الصبح على الفطار لحد لون السجادة اللي عايزين يغيروها. هنا يا جماعة لازم أقول لكم كلمة لوجه الله: مفيش حد في الدنيا مسموح له يعرف تفاصيل بيتك المادية أو العاطفية، حتى لو كان أقرب الناس ليكي. في شعرة رفيعة قوي بين الفضفضة وبين إنك تكشفي سترك. والبيوت اللي أسرارها مشاع بتبقى صيد سهل قوي لأي حد حاقد. يلا بينا نكمل الحكاية. الصحبة دي بدأت تدخل سم المقارنة في عقل صاحبة الحكاية. كانت بتقول لها: يا بنتي، انتي لسه لابسة الدهب ده موديله قديم قوي. شوفي فلانة جوزها جاب لها ايه في عيد جوازهم. بدأت بطلتنا تبص لبيتها بعين ناقصة، بدأت تشوف ان الكنبة قديمة، وان الخروجة في الحديقة دي بيئة، وان جوزها مقصر لانه مش بيسفرها الساحل زي ما الناس الشيك. بدأت المشاكل تنبت في البيت من مفيش. ياريت ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا: المقارنة هي أول خطوة في طريق التعاسة. ربنا قسم لنا الأرزاق، واللي انت شايفاه انه قليل عندك غيرك بيتمناه وبيدفع في عمره علشان يلاقيه. الرضا مش كلمة بتتقال، الرضا حال بنعيش بيه. نكمل حكايتنا. الخناقات زادت، وبقى جوزها يدخل البيت يحس بتقل وغم. وفي يوم صاحبتها قالت لها: لو ما كانش يطلقك ويرجعك ببيت جديد دهب جديد يبقى ما بيحبكيش. اطلبي الطلاق واقعدي في بيت اهلك معززة مكرمة، وهو هيجي يبوس رجلك. وفعلا حصلت خناقة كبيرة، وصاحبة حكايتنا طلبت الطلاق وراحت بيت اهلها وهي فاكرة انها كده غالية. لكن الصدمة كانت ان جوزها اللي شالها في عينه سنين كرامته وجعته جدا وطلقها فعلا. لما راحت لصاحبتها وهي بتعيط وبتقول لها: شفتي حصل ايه؟ تفتكري هيرجع لي تاني؟ ردت عليها بكل برود وقالت: والله يا حبيبتي انتي اللي كبرتي الموضوع، انا كنت بس بدردش معاكي، وقرار الطلاق ده قرارك انتي مش قراري. يا جماعة، مفيش باب بيتقفل الا وربنا بيفتح احسن منه، بس المهم نتعلم الدرس. لو خسرتي حاجة كنت فاكراها ان هي حياتك، يمكن ربنا شالها عشان يوسع مكان لحاجة تانية انضف واجمل. في كلمة: الصاحب ساحب، يا بيسحبك لفوق
ويقويكي وبيسحبك لتحت ويهد عيشتك. لو لقيتي اللي حواليكي دايما بيسخنوكي على حالك او بيصغروا جوزك وبيصغروا شغلك في عينك، اهربي فورا. الوحدة انضف بكتير من لمة ناس بياكلوا في روحك بالبطيء. النهاردة صاحبة الحكاية بتبكي بدل الدموع دم، وجوزها اتجوز واحدة تانية وعايش حياته في هدوء، وهي بتبعت رسالتها لكل واحدة بتسمعني وبتقول: ما تسمحيش لودنك انها تخرب بيتك. اللي بتهون عليكي عيشتك وتصغر جوزك في عينك دي عدوة لابسة لبس حبيبة. حافظي على رضاكي واقفلي بابك ب100 قفل، لان الندم لما بيجي ما بيرجعش اللي راح. واللي انا حابة اقوله، وانا حابة اقول لكل واحدة بتسمعني: بيتك ده مملكتك، والحيطان دي معمولة علشان تستر اللي جواها، مش علشان تحكي اللي بيحصل فيها. مش كل اللي بيطبطب عليك عايز مصلحتك، في ناس طبطبتهم بتبقى عشان يعرفوا الوجع فين ويدوسوا عليه. خليكي ذكية وخلي سرك بينك وبين ربك وبس. ودي كانت حكايتنا النهاردة. تفتكروا مين اللي يتحمل الغلط الأكبر؟ الزوجة اللي سمعت الكلام ولا الصحبة اللي خربت البيت؟ مستنية أشوف تعليقاتكم، وادوها نصيحة في التعليقات. لو عندكم حكاية حابين نحكيها في سرية تامة ابعتوها لي في الرسائل. مع السلامة.